اتعرضتي لصدمة التحرش الجنسي؟ تعالي الفيديو ده ليكي. اغلب اللي بيتعرض للتحرش الجنسي 95% منهم بيكونوا بنات او سيدات، فالفيديو ده للسيدات اكتر. اول حاجة عايزاكي تعرفيها وتحطيها حلقة في ودانك. اول حاجة تعرفيها ان ده مش ذنبك، انتي ملكيش اي ذنب ولم تخطئي ابدا. يعني انا حاسه بيكي وعارفه الشعور ان ده سر مش عايزه حد يعرفه، شعور العار اللي انتي كاتماه جواكي، شعور الالم ده اللي انتي خايفه ان حد يعرفه فبتبقى فضيحه. الفضيحه اصلا مش ليكي، مش انتي السبب فيها، انتي مالكي لم ملكيش اي ذنب في الموضوع ده ابدا من اي شكل من الاشكال. تاني حاجة عايزاكي تعرفيها ان الصدمة دي يا حبيبتي لما بتتخزن جواكي وبتتخزن في مشاعرك وما بتعرفيش تعبري عنها وبتتكلمي عنها، انتي اكتر واحدة هتتأذي بيها. هتتأذي فيها في الجهاز التناسلي بتاعك، في رحمك وفي المبايض، هتتأذي في الدورة الشهرية بتاعتك، هتتأذي في كرهك لجسمك، هتتأذي في صراع كبير جدا بين الطاقة الذكورية والطاقة الأنثوية اللي جواكي، فهتحسي بضعف، هتحسي بعار. ممكن توصلي تحسي انك انت كارهه جسمك اصلا، كارهه انوثتك اصلا، حاسه بالعار من الانوثه. كل المشاعر دي هت... بسبب الصدمه اللي انت مخزناها جواكي ومش عارفه تعبري عنها. كمان علاقتك الحميميه بعد كده لما تبقي سيده متزوجه وافكارك عن الجنس، كل شيء عندك ممكن يتلخبط جدا ويلخبط حاجات كتير وانت مش عارفه ايه سببه. لانك انت ممكن تكوني تعرضتي للموضوع ده وانت طفله صغيره او مراهقه او حتى ليدي كبيره وسيده. فالفكرة فين؟ الفكرة ان انا ابدأ افهم، يعني الدرس دلوقتي افهم الدرس. انا روحي اختارت الصدمة دي، اختارتها او حصلت لي، سيبك من روحي اختارت، الصدمة دي حصلت لي. اقعد مع نفسي كده واشوف ايه الدرس اللي انا ممكن استفيده من الصدمة دي. ممكن ان انا لازم اقوي نفسي، ان انا ما بقاش ضعيفة، او ان انا اقدر اقول لا بصوت عالي، او ان انا ما يبقاش عندي شعور العار والفضيحه من الوعي الجمعي. لان الوعي الجمعي لو انا غيرت وانت غيرتيه ودي غيرت ودي غيرت هينتهي. فكره ان البنت هي السبب وان لبسها هي السبب وان هي عامله السبب والاسقاط على البنت في الموضوع ده هينتهي لو انا غيرت الوعي ده وانت غيرتيه وهي غيرته وكل السيدات غيروا ان انا ماليش ذنب، ان الفضيحه دي مش بتاعتي. لازم يكون عندي كمان الدرس ان انا اقدر ادافع عن نفسي، ان انا المعتدي ده هو اللي غلطان مش انا. فانا اقدر بدل ما انكمش واخاف واجري ومش عايزه حد يشوفني، بالعكس انا اقف واقول لا بصوت عالي لان انا اللي معايا حق، انا مش غلطانه. الفكره في الوعي الجمعي شويه. انا عارفه ان هو مأثر على الموضوع ده وان الموضوع اي بنت بتحب ان هو يتلم، بس الموضوع ده لو انت غيرتيه في فكرك وكلنا غيرناه هينتهي تماما. من الدروس المستفادة كمان ان انا احب جسمي واقدره. يعني لو انا بحب جسمي وبقدره بعرف ازاي احميه، مش اي حد يقدر يأذيني. كل ده من الدروس المستفادة من الصدمة دي. تاني حاجة، أول حاجة تعرفي إنه مش ذنبك. تاني حاجة تعرفي إن الصدمة دي بتأثر إزاي على أعضائك وعلى جسدك وعلى مشاعرك وعلى تصرفاتك وسلوكياتك. تالت حاجة أعرف تالت حاجة أعرف إيه الدرس المستفاد من الموضوع اللي حصل لي ده والاختبار اللي حصل لي ده. رابع حاجة إن أنا العلاج هنا هو مسؤوليتي أنا، مش مسؤولية اللي اعتدى عليا أو اللي قال أو اللي عمل او اللي بص او اللي صور او اي حاجه. الشفاء مسؤوليتي انا. اشفي نفسي من الصدمه دي ازاي؟ احررها، اتكلم مع، اطلب المساعده، اتكلم مع معالج، ايا ما كان، ان شاء الله بالكتابه. احرر المشاعر دي بالكتابه. في ناس كتير بتستهين بالكتابه، مع ان انا شايفه انها من اهم الادوات اللي ربنا سبحانه وتعالى، نون والقلم وما يسطرون، ان ممكن تحرر مشاعر كتير جدا. الجلسه دي كمان موجوده في الموقع عندي، لو انت حسيتي انك انت محتاجاها او ان الجلسه دي هتفيدك، فهي موجوده في الموقع. جلسه تحرر صدمه التحرش الجنسي، وهسيب الرابط بتاعها في الديسكريبشن بوكس ان شاء الله للي عايز يستفيد منها. وشكرا جزيلا.